فيديو النهارده عزيزي المشاهد محتاج كوبايه شاي او كوبايه قهوه وتقعد تركز معايا كويس جدا، لان دي مش مجرد مراجعه راوتر، ده في فكره معينه هقول لك عليها لو استخدمتها هتحل لك مشاكل كتير، والمشاكل دي عشان كنت تتفاداها كنت بتحتاج راوترات اغلى من الراوتر اللي معانا النهارده تقريبا ب 10 اضعاف. زي مثلا مشكله ان الباقه تخلص بسبب اجهزه موجوده عندك في البيت بتسحب انترنت بكميات رهيبه وانت مش عارف تسيطر عليها، او مثلا مشكله ان انت تبقى قاعد بتعمل شغل مهم او قاعد بتحضر محاضره اونلاين او بتلعب اونلاين وفي جهاز عندك في البيت يعمل داونلود او ابلود ويبوظ لك الدنيا. فمن الاخر كده لازم تركز معايا من اول دقيقه لاخر دقيقه وتستخدم الراوتر ده في الحاجه اللي انا هقول لك عليها في فيديو النهارده، علشان في الاخر حرفيا هتدعي لي. وبالتاكيد طبعا قبل ما نبدا ما تنساش بقى اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، علشان بقى يوصلك كل الحاجات الجامده جدا اللي احنا بنعملها هنا في القناه. وفي الاول قبل ما اقول لك احنا هنستخدم الراوتر اللي معانا النهارده ده في ايه، خليني كده اكلمك شويه عن مواصفات الهاردوير بتاعته. والراوتر اللي معانا النهارده هو الاف 3 من تندا. شركه تندا هي شركه قويه جدا وشركه قديمه جدا، ولكن مش معروفه في مصر للاسف لان هي ما بتعملش دعايه في مصر، ما اعرفش ليه. فده راوتر بسيط جدا والهاردوير بتاعه بسيط جدا، ولكن يعني خلوني ابدي اعجابي بتصميم هذا الراوتر. بصراحه يا جماعه شكله جامد جدا، لو انت حطيته في اي حته كده في البيت شكله رهيب. الراوتر ده هو راوتر سنجل باند، يعني بيشتغل بتردد 2.4 جيجا هرتز ومفيش 5 جيجا هرتز. واللانات بتاعت الراوتر ده بسيطه جدا، يعني مش الحاجه القويه اللي هتديك سرعات 1 جيجا، لا هي سرعتها 100 ميجا. وده وايرلس راوتر، يعني مش بيركب فيه خط تليفون ارضي، هو بيركب بعد الراوتر بتاعك علشان تستخدم الفي دي اس الراوتر الاساسي بتاعك او الاو ان تي الاساسي بتاعك لو انت عندك اف تي تي اتش، او ال 4 جي راوتر بتاعك لو انت شغال 4 جي، ان هو يبقى المودم. وده بقى اللي هيبقى عليه السوفت وير واللي هيتحكم في كذا حاجه، واللي احنا هنستفيد منه في فيديو النهارده بفكره جامده جدا. فمواصفات الهاردوير البسيطه جدا ديت مش هنعتمد عليها، مش ده الراوتر اللي هيبقى الاساسي بتاعنا ومش ده اللي احنا هنشتغل بيه، احنا جايبينه علشان ننفذ بيه فكره معينه هتفيدنا في حاجات تانية اهم. وقبل ما اقول لك الحاجات الاهم اللي احنا هنستخدمه فيها، خليني كده اوريك السوفت وير بتاع الراوتر ده ونشوف الاعدادات بتاعته علشان الكلام هيجيب بعضه. انت اول حاجه طبعا هتوصل الراوتر في البورت اللي هو مكتوب عليه وان، ده اللي هيوصل في الراوتر الاساسي بتاعك. عندك بقى بقيه البورتات دي توصلها بقى في اي بي سي عندك او اي حاجه انت عايز تشغلها بعد الراوتر. وهتلاقي عندك هنا اسم الواي فاي، ما عليهوش اي باسورد ولا مكتوب على ظهره ولا اي حاجه، الموضوع بسيط جدا. هتعمل بس اتصال على اسم الواي فاي ده وانت طبعا وصلته بالراوتر الاساسي بتاعك، فهتلاقي الانترنت اصلا اشتغل لوحده من غير ما تعمل اعدادات ولا تعمل اي حاجه. وحتى لما اوصل البي سي باي كابل من الكابلات الثانيه هتلاقي برضو الكابل اشتغل معاك او الانترنت اشتغل معاك على البي سي. هتفتح بقى البراوزر الجميل بتاعك وتكتب 192.168.0.1، ده الاي بي بتاع الراوتر اللي معانا النهارده. لو بصيت هنا فوق هتلاقي بيقول لك انت عايز الكونكشن تايب بتاع الراوتر ده يبقى ايه. احنا خلينا هنا في الدايناميك اي بي، وبعد كده هنا بيقول لك الواي فاي نيم والواي فاي باسورد، تكتب بقى باسورد الواي فاي اللي انت عايزه والاسم اللي انت عايزه، وبعد كده تقول له اوكي، والاعدادات اتسيفت والموضوع بيخلص في نفس اللحظه. بس يا جماعه والله هي دي بس الاعدادات بتاعه الراوتر، وهو كده خلاص اشتغل معاك وزي الفل. لو جينا كده نبص على القائمه الرئيسيه بتاعه الراوتر فهنلاقي اول اختيار بيقول لنا ان الانترنت دلوقتي شغال ومتصل وكل حاجه تمام. وتاني حاجه عندنا بيقول لي في كام جهاز متصل على الراوتر دلوقتي، في 3 اجهزه متصلين. اقدر كده ادوس واشوف ايه الاجهزه المتصله دلوقتي، واقدر اكتب اسم وانا موصل اوريدي دلوقتي عليه الجهاز ده وجهاز تاني، وفي واحد تقريبا سارق الواي فاي عشان احنا عاملينه من غير باسورد بس ما علينا. واقدر اغير الاسم، مثلا والله الجهاز ده مثلا هسميه ده مثلا البي سي، هو مش البي سي ولا حاجه بس يعني ده الايباد، بس انا هسميه البي سي دلوقتي. واقدر بضغطه واحده بس من هنا كده افصل الانترنت عليه لو دوست اوكي وارجع له الانترنت تاني، والموضوع سهل وبسيط جدا. في بقى عندك هنا من فوق على اليمين هتلاقي في عندك قائمه، خلي بالك في حاجات مش هنشوفها دلوقتي ومش موجوده، هقول لك عليها الجزء الجاي لان هي مش بتظهر على الموبايل. دي الحاجات الجامده بقى اللي احنا هنستخدم بيها الراوتر ده في حاجات رهيبه جدا، اقول لك عليها كمان شويه. عايز بقى تغير السيتنجز بتاعت الانترنت، تغيروا حاجات احنا كنا عاملينها في الاول، عايز تغير الواي فاي بقى والباسورد بتاعه والتشانل والحاجات دي كلها، برده كل ده موجود عندك من القائمه دي. الباندوث كنترول، ودي اللي احنا دخلنا وتحكمنا منها في الجهاز وغيرنا اسمه او قفلنا او شغلنا. وللاسف مفيش باندوث كنترول زي ما انتم شايفين اهو، ما اقدرش اعمل اي حاجه دلوقتي، بس هوريكم كمان شويه لان هي مش ظاهره معايا هنا على الموبايل، بس هتظهر في حاجه ثانيه هوريها لكم. والوايرلس هنا بقى ممكن اعمله ان هو يبقى ريبيتر، هو طبعا معمول ديسيبل ان هو يشتغل بالكابل. ممكن بقى هنا اعمله دبليو اي اس بي وهيظهر لي كل الشبكات بقى اللي حواليا لو انا عايز استخدمه مثلا كرينج اكستندر يقوي لي الواي فاي من غير ما اوصل فيه كابلات، واقدر اختار اي شبكه من الشبكات ديت واستخدمه كرينج اكستندر. او كمان ما عندي يونيفرسال ريبيتر ان هو يبقى بيوزع برضه بس بنفس الماك ادرس، يعني الماك ادرس على الراوتر ده هو اللي بيظهر في الاجهزه اللي هو شغال ريبيتر عليها. ف عندك كمان اكسس بوينت بقى لو انت عايز تستخدمه اكسس بوينت، وهنا بيقول لك انت لو استخدمت اكسس بوينت فكل البورتات تبقى واحد، البورت المكتوب عليه وان ده هيبقى زيه زي اي لان، فلو انت عايز برضه تستخدمه كاكسس بوينت. والبيرنت كنترول بقى تتحكم الاجهزه تشتغل امتى وتقفل امتى علشان تتحكم لو انت عندك اطفال. فلحد هنا الكلام حلو قوي وحلو جدا، يعني راوتر عادي بسيط اقدر استخدمه كرينج اكستندر يقوي الواي فاي في مكان، اقدر استخدمه كاكسس بوينت احطه في مكان تاني مثلا واوصل له كابل يوصل لي انترنت في المكان التاني ده، اقدر اشوف الناس اللي شغاله، افصل على حد، اشغل على حد لو الراوتر الاساسي بتاعي ما بيدعمش الموضوع ده او رخم في الموضوع ده لو انت بتستخدم الراوترات بتاعت شركات الانترنت. ولكن مش ده الجامد عزيزي المشاهد، ومش ده اللي انا عامل علشانه الفيديو. انا عامل لك الفيديو النهارده عشان اقول لك على فكره جامده
جدا هتستخدم فيها هذا الراوتر. لو دخلت على الراوتر ده من البي سي ودخلت على الباندوث كنترول، فانت هتلاقي ان انت تقدر تليميت السرعه دي، ما كانتش ظاهره على الموبايل. فدلوقتي عزيزي المشاهد هيظهر قدامك كل الاجهزه اللي متصله بالراوتر ده، تقدر بقى تخش تحط سرعه للداونلود والابلود لكل جهاز من الاجهزه المتصله عندك على الراوتر، وكمان ممكن تسميهم وتغير الاسامي بتاعتهم كده زي ما انا عامل. في الحاله دي انت تبقى عارف انت مدي كل واحد سرعه قد ايه. بس خلي بالك عزيزي المشاهد ان السرعه هنا بالكيلو بايت مش الكيلو بت. الكيلو بايت فيه 8 كيلو بت، يعني انت لو عايز تحدد لحد سرعه مثلا 8 ميجا فهتكتب هنا ان هي تبقى 1 ميجا 1024. عايز تحدد له 4 ميجا بت فهتبقى 512 كيلو بايت. مش بس كده بقى، ده انا هقول لك دلوقتي على الميزه القويه اللي انا كنت سايبها لك في الاخر، وهي ان انت من صفحه الراوتر الرئيسيه، ودي كمان بتظهر على الموبايل مش البي سي بس، تقدر تشوف الاجهزه اللي متصله على الراوتر دلوقتي سحبه انترنت سرعته قد ايه، او سحبه قد ايه من سرعه الانترنت. كمان ممكن تخش على الاجهزه وتشوف كل جهاز بيعمل داونلود دلوقتي وسحب انترنت ولا مش ساحب. بس خلي بالك السرعه اللي بتظهر عندك هي بالكيلو بايت مش الكيلو بت، او بالميجا بايت مش الميجا بت. يعني عايز تعرف بالظبط مسحوبه قد ايه من الانترنت اضرب في 8. الفكره بقى اللي انا عايزك تستخدم فيها الراوتر ده، وهي بدل ما تغير الراوتر الاساسي بتاعك، لو انت عندك راوتر من راوترات شركات الانترنت الفي دي اس ال، فعشان طبعا هو ما بيسبورت اي حاجه من الكلام اللي احنا قلنا عليه ده، فعشان تغيره وتجيب حاجه مثلا من تي بي لينك فتبقى غاليه جدا، الراوترات بقت غاليه جدا دلوقتي، فانت تجيب راوتر رخيص زي ده وتوصله بالراوتر الاساسي بتاعك. والراوتر الاساسي بتاعك هتغير بقى الباسورد بتاع الواي فاي بتاعه، ومحدش يشتغل عليه غير الاجهزه الاساسيه بس، الاجهزه المهمه اللي لازم الانترنت عليها يبقى شغال مظبوط. وبقيت بقى الموبايلات اللي عندك في البيت والاجهزه والشاشات والحاجات اللي بتاثر على تجربه استخدامك ديت وبتخلص الباقه والكلام ده كله، هتخليها على الراوتر الصغير او الراوتر الرخيص جدا ده. ساعتها بقى انت تقدر تكنترول السرعه بتاعتهم وتحدد لهم سرعه لكل جهاز، وده هيفيدك في حاجتين. الحاجه الاولى وهي ان السرعه لما تبقى قليله، المواقع اصلا كل يوم بتستهلك انترنت اكتر لان الكواليتي بتاعتها بتزيد، فالسرعه لما تقللها ما تبقاش واخده راحتها قوي، ساعتها الموقع مش هيشتغل باعلى جوده فيها، لان هي ساعات بتوصل لجودات احنا مش محتاجينها. اليوتيوب اصلا دلوقتي ممكن يطلع ل 4K على موبايل اصلا شاشته فول اتش دي، فبالتالي قاعد بياخد من الباقه عندك على الفاضي. فلما انت تقلل السرعه هتلاقي الموبايلات اللي عندك في البيت اللي هم اصلا لو اشتغلوا على 480 او 360 هيشتغلوا عليها ومش هيحسوا، ما عندهمش مشكله في ان هم يشتغلوا على الكواليتي دي، يشتغلوا عليها بشكل تلقائي، لان السرعه كده كده انت تبقى مقللها لهم. وفي نفس الوقت واللي انا شايفه اهم كمان من توفير الباقه هو ان انت لو قاعد بتعمل حاجه اساسيه على جهاز اساسي، قاعد بتلعب بتشتغل قاعد بتذاكر قاعد بتعمل اي حاجه، وفي جهاز عندك في البيت عمل داونلود او ابلود، ما يسحبش السرعه كلها وما يبوظش الانترنت على الجهاز الاساسي اللي انت شغال عليه. فانت كده بالراوتر الصغير ده الرخيص ده عملت حاجه او عملت كنترول عندك في البيت، بدل ما تشتري راوتر بقى فيه كواليتي اوف سيرفيس غالي جدا ب 2500 جنيه او ب 3000 جنيه. طب هتقول لي يا عم انيس ماشي خلاص، انا عندي اجهزه فعلا في البيت وبتشتغل يوتيوب عندها 2K و4K وفول اتش دي، هم مش محتاجين الكلام ده وبيشتغل تلقائي واطفال وبتاع وشاشات، فحلو ان انا هقلل لهم السرعه عشان احافظ على الباقه بتاعتي، وكمان علشان ما حدش يعمل داونلود وابلود لحاجه يبوظ لي الدنيا. بس هل انا لما اقلل لهم السرعه واخليهم يشتغلوا على الراوتر التاني ده الاداء هيبقى كويس، ولا هيقعد بقى يحصل مشاكل، هيبقى بطيء معاهم، الدنيا مش هتبقى مظبوطه معاهم؟ فعشان كده عزيزي المشاهد يلا بينا نروح لاختبار السرعه والتغطيه بتاعت الراوتر ده، ونشوف هل فعلا السرعه اللي الراوتر ده بيطلعها هتبقى كافيه ومناسبه والتغطيه بتاعته هتغطي البيت كله ولا لا. وزي ما انت شايف قدامك عزيزي المشاهد في 3 اختبارات معمولين في اماكن متفرقه في البيت. الراوتر ثابت وانا اللي بتحرك بالموبايل، واول اختبار وانا واقف بالموبايل في الاوضه اللي فيها الراوتر، ومتوسط سرعه الداونلود كان 75 ميجا. اما بالنسبه للاختبار في الاوضه الثانيه وكان بيني وبين الموبايل 8 متر وفي حيطه في النص، فمتوسط سرعه الداونلود كان 73 ميجا. والاوضه الثالثه اللي كان بيني وبين الراوتر 11 او 12 متر تقريبا وكان في حيطتين في النص، كان متوسط سرعه الداونلود 37 ميجا. اما بقى بالنسبه لسرعه الابلود، فمتوسط سرعه الابلود وانا واقف في الاوضه اللي فيها الراوتر كان 93 ميجا، وفي الاوضه اللي بعديها كان 78 ميجا، وفي الاوضه بقى الثالثه اللي هي طبعا الراوتر زي ما قلت لكم 11 او 12 متر وفي حيطتين في النص كانت 17 ميجا. فالراوتر ده التغطيه بتاعته حلوه جدا، والداتا ريت اللي بينقلها كونه راوتر 2.4 جيجا هرتز تعتبر كويسه جدا وكافيه جدا. لو عندك شقه 150 متر وحطيت الراوتر ده في نص الشقه حرفيا هيغطيها لك كلها بكفاءه. بس السرعه برده مش كل حاجه، لازم نعمل اختبار للبينج عشان نشوف هل برده الراوتر ده هل حد يقدر يلعب عليه العاب اونلاين، او يقدر يفتح زوم مثلا عليه، او يعمل مكالمات عليه، او فيس تايم، او اي حاجه من الحاجات ديت ولا لا. وبالنسبه للبينج من غير ضغط، فزي ما انتم شايفين البينج كان لا يتعدى ال 10 مللي سكند وكان مستقر جدا، ولكن في بعض الاوقات كان يطلع كده وينزل تاني، ساعات يطلع حاجه و40 وينزل، ساعات يطلع حاجه و20 وينزل تاني. موضوع ان البينج كل شويه يطلع وينزل تاني دي الحاجه اللي احنا متعودين عليها في تردد 2.4 جيجا هرتز على الراوترات العاديه، طبعا مش راوترات الواي فاي 6 هي اللي تحدد بقى الموضوع ده وعدته في ال 2.4 جيجا هرتز وبقت مستقره على حتى التردد اللي عليه نويز ده. بس انا ما اكتفيتش بكده عزيزي المشاهد، وقررت ان انا اعمل داونلود وانا بعمل بينج عشان اشوف البينج هيبقى عامل ازاي اثناء الداونلود. وسرعه الانترنت اللي انا كنت بعمل بيها داونلود كانت 30 ميجا، ودي اقل من السرعه اللي ممكن تخنق الراوتر، لان احنا زي ما شفنا في الاختبارات اللي فاتت الراوتر يقدر ينقل اكتر من كده. فالبينج اتاثر، يعني مش هقول لك ما اتاثرش، ولكن مش برضو اتاثر اللي هو يقع او اللي هو يموت، لا كان عادي يعني بيلعب برضو تحت ال 20 كده. مش محتاج اقول لك عزيزي المشاهد ان اصلا تردد 2.4 جيجا هرتز مش احسن حاجه للجيمنج، او انت اصلا ما ينفعش تلعب، او مش ما ينفعش بس يستحسن
ما تلعبش على 2.4 جيجا هرتز عشان تاخد اداء العاب مستقر، لازم 5 جيجا هرتز. ولكن لو حبيت تلعب على الراوتر ده وفي حد بيحمل حاجه معاك في البيت، حد بيعمل اي حاجه، الاداء هيتاثر شويه، ولكن برضه هتقدر تلعب، او الشخص اللي هيلعب على الراوتر ده هيقدر يلعب. يلا بينا بقى نروح للملخص بتاع الفيديو ده عشان اديك الخلاصه واعرفك امتى تبقى محتاج تشتري الراوتر ده وامتى ما تحتاجش تشتري، وخليك في الراوتر بتاعك وتوفر فلوسك. اول حاجه طبعا لو انت الراوتر الاساسي بتاعك بيدعم الحاجات ديت، فانت مش محتاج الفيديو ده ومش محتاج ان انت تعمل راوتر منفصل، انت تقدر تمانج الموضوع كله من الراوتر الاساسي بتاعك. ولكن انا بتكلم النهارده للناس اللي بتجيب راوترات من شركات الانترنت علشان بقى بيبقى عليها ايجار او تقسيط تبقى رخيصه، ومحتاج بقى ان هو يكنترول، فما يشتريش راوتر غالي يركب الراوتر ده بعدين. فهتجيب الراوتر ده في حالتين بس زي ما قلت لك، وهي ان انت مش عارف تمانج الباقه بتاعتك وبتخلص والاجهزه بتسحب سرعات عاليه جدا، فتقدر بقى تقسم الاجهزه وتتحكم فيهم وتفصل وتشغل وتقلل السرعات علشان الباقه ما تخلصش بسرعه. والحاله الثانيه هي زي ما قلت لك برضو ان لو جهاز عمل داونلود ما ياثرش عليك لو انت بتعمل شغل مهم، او في حاجات ما ينفعش تاثر لما الاجهزه تشتغل معاك على نفس الراوتر وتسحب كتير. دي من وجهه نظري الاسباب الاساسيه اللي انت ممكن تشتري علشانها الراوتر ده. بس ممكن حد يجي يقول لي نيست انا ممكن اجيب الراوتر ده، شايف ان هو راوتر رخيص، اجيبه استخدمه كاكسس بوينت، احطه في مكان تاني، استخدمه كرينج اكستندر، انت حر. بس انا مش برجح الموضوع ده قوي، يعني انا شايف ان الراوتر ده الهدف الاساسي منه زي ما قلت لك الحاجه اللي انا قلت لك عليها. يلا بينا بقى نروح لسعر الراوتر واقول لك على تريكايه كده عشان تعرف تجيب الراوتر ده بسعر رخيص. انا اشتريت الراوتر ده تقريبا ب 200 جنيه، هو كان ب 200 وشويه، 220 230، وانا خدته ب 200 جنيه. بس انا اشتريته من محل، يعني عايز اقول لك عزيزي المشاهد وقت ما انا اشتريته كان هو موجود على امازون ساعتها ب 250 او 260 جنيه حاجه في الرينج ده، وعلى نون برده كان بنفس الاسعار دي. ولكن انت لو نزلت دورت في المحلات حرفيا الراوترات بتاعه تندا مش مشهوره قوي، فبالتالي بتبقى مركونه في المحلات، فبتلاقي اسعارها قليله على عكس الراوترات مثلا بتتباع اكتر زي تي بي لينك، هتلاقي باسعار كويسه جدا يتراوح بين ال 200 وال 250 جنيه، ودي قيمه كويسه جدا مقابل اللي الراوتر ده هيعمله لك. في حاجه لازم اكدها عليك، ان انت بعد ما تتفرج على الفيديو ده ما ينفعش تشتريه من امازون ونون، لان انت هتلاقي سعره غالي جدا، وده بيحصل في كل راوتر او كل جهاز بنعمل عنه فيديو هنا على القناه، سواء انا او اي يوتيوبر غيري في اي مجال. دي حاجه معروفه ان اي فيديو او اي منتج بيتعمل عنه فيديو على اي قناه يوتيوب سعره بيغلى جدا على امازون ونون. هم ما بيبقوش عارفين ان في يوتيوبر عمل عنه فيديو فبيغلوا السعر عشان الناس هتشتري، هو في نظام كده وذكاء اصطناعي، لو البائع هو امازون او نون بشكل تلقائي اول ما يلاقي الناس بدات تخش تشتري فيروح جاي رافع السعر جامد جدا فجاه كده. ولو بائع هو اللي بيبيع برضه ما بيبقاش عارف ان في حد عمل فيديو، بيبص يلاقي عمليات الشراء زادت فبيروح جاي رافع الاسعار. ودي حاجه انا عرفتها من تجار صحابي. انصحك الراوتر ده هتلاقيه في المحلات ومركون ومش عارفين يبيعوه عشان ما حدش عارفه، فهتروح تاخده منهم بالسعر الجامد جدا ده. وكده احنا خلصنا. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعمل لايك للفيديو، تنزلوا تشتركوا في القناه وتتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتيك توك وتويتر علشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا على المشاهده واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it.